هسه بعدنا بنوزع فيهم، هذا بوزع فيهم. ليه هسه بجيبه. هسه بجيبه. تجلس خلف مقود حافلتها وتنطلق بجرأة وتتحدى أن يقال عنها شأن هذه المرأة غريب، فإخلاص ختام جرار لمهنتها كمربية في رياض الأطفال لم يقتصر على التعليم فقط، بل أخذت على عاتقها أن تأخذ الأطفال من باب المنزل وتعيدهم لحضن ذويهم بعد انتهاء الدوام في حافلة تقودها منذ 14 عاما. يعني بده انتباه، هذا الشغل بده عقل. نزل عمر ونزل هذا شو اسمه عمر عالدار، بده انتباه، بدك تضلك منتبه ومفتح عينيك وذناك وكل اشي بدك تضل مفتح بهذا الوضع هذا. اول اشي صار كثير الواحد سمع حكي وكلام كثير سمع، بس بده يضل سامع للبشر. شو بده لا باكل ولا بيشرب، هو بيقعد بقلب الدار وخلص. غيروا هالايام كثير، يعني هينا بروح وباجي مشاق الحياة ومسؤولياتها وحب ختام للقيادة دفعها أيضا للبحث عن أي طلب صباحي أو مسائي داخل القرية وخارجها، فتخدم النساء والطلاب وتأخذهم حيث يشاءون، ومع كل طلب تزداد فخرا بذاتها وبأن المرأة قيادية وقادرة على إعالة أسرة بكاملها. أنا كان عندي أم وأبو عاجزين، أمي عاجزة كانت وأبوي كان عاجز، فكانت أصرف عليهم وعايشين مستورين، يعني مكدي حالي الحمد لله مستورة. أول إشي بكيت لما صار انقطاع الغاز، بكيت أخذ ألم جرار وأروح جرار الغاز اسطوانات الغاز وأروح أوديهم على المحطة وأعبي الساعة 5 الصبح أطلع أعبي لهم جرار وآجي. صرت أعبي جرار غاز، صرت أروح طلبات وأشتغل، ضليت مستمرة على هذا الشغل. وتعي ختام كل الوعي بأن عملها كسائقة للأطفال يتطلب منها أخذ كل متطلبات السلامة العامة والانتباه والتأني على الأطفال الذين يغمرون مربيتهم سعادة حال ترسم الابتسامة على وجوههم عند وصولهم للمنزل بأمان بعد يوم دراسي علمتهم فيه حروف الأبجدية وكيف يتحدثون ويغنون بثقة. قبل موعد التأمين بتصل فيه تاع التأمين بقول له أمن، بأمن لي وأنا بعدين بروح بدفع له. يعني قبل ما ينتهي التأمين بكون التأمين الثاني موجود. الترخيص قبل الموعد بروح برخص. يعني الحمد لله ولا حادث. لزمن بريس ميساء الأحمد.